في الوقت الذي يؤدي فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى الجزائر التي تدوم 3 أيام، قام شاب جزائري بنزع العلم الفرنسي ورميه على الأرض. وانتشر فيديو الحادثة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صعد الشاب أحد أعمدة الإنارة أين علقت أعلام البلد الزائر رفقة العلم الجزائري، وقام بنزع العلم الفرنسي ورميه على الأرض. وأثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل زيادة الرفض الشعبي الجزائري لزيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر. ولوحظ أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر هذه المرة لم تحظى بأهمية كبيرة عند غالبية الجزائريين بما فيهم الرسميين، عكس الزيارات السابقة. للإشارة، وجد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون العشرات من الجزائريين في استقباله عند وصوله إلى محل ديسكو مغرب في وهران، واستقبلوه بعبارة 1 2 3 فيفا لاجيري.